ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا الرمضانية. بس النهاردة بصوا صاحيين على قرآن المغرب بالظبط، قرآن المغرب، وهنغسل سمك. تخيلوا يعني. بالنسبة لي او عندي مفيش حاجة اسمها بعد المغرب يعني تخلصي اكل بعد المغرب ب10 دقايق بربع ساعة. لا، مفيش الكلام الفاضي ده، مفيش الدلع ده. المغرب يأذن يكون الاكل كله على السفرة، الله اكبر كله يقعد على السفرة. اما حتى 5 دقايق بعد المغرب كأن حاجة حصلت كبيرة بالنسبة للاولاد. يعني المغرب أذن يا ماما والاكل ناقص مش عارف ايه. فاحنا اتعودنا خلاص المغرب يأذن الاكل يكون على السفرة. النهاردة صحيت على كانت الساعة كام؟ كانت الساعة 5، 5 و10، 5 و5 كده يعني. وكان المفروض ان انا هعمل سمك. السمك يعني بيجي من بره نص غسلة كده، فكملته غسيل. بس ايه، انا كنت بجري والارض بتجري معايا ولا الارض بتجري ورايا معايا. مش عارفة، ماما كانت بتقول حاجة بتجري والارض بتجري وراها او معاها، مش فاكرة بالظبط. غسلت السمك بسرعة. وبعد كده قلت الحاجة اللي هتاخد وقت على النار هعملها الاول. فالرز قلت هعمل الرز واخلص منه. فعملت ايه، حطيت زيت وعليه بصل. البصل دي المفروض تتحرق يعني اول مراحل الحرق. طبعا انتوا عارفين الرز، رز السمك بيبقى لونه غامق. فبنفضل نعذب في البصل، نعذبه مش نحرقه يعني لحد ما يبقى لونه كده. وكمان في ناس بتعملها اغمق من كده، بس انا بما اني هحط عليه صلصة فما خليتوش غامق قوي. بس هي المفروض البصل بيحرقوها يعني، بتبقى مضرة ما بتبقاش مفيدة، بس بتدي لون حلو كده للرز. فحطيت مع قولوا كده 3 معالق من الصلصة اللي احنا مفرزينها. ممكن ما فيش صلصة تحطي طماطمايه وتسيبيها لحد ما تتسبك، وبعدين تضيفي المية المغلية. بعدين هجيب الهاند بلندر واخلط. لو تاخدوا بالكم انا البصلة بتاعة الرز عملتها بايدي كده تقطيع عشوائي، لان كده كده انا هفرمها بالهاند بلندر في اي تقطيع وخلاص. بصوا لون المية بقى عامل ازاي. ده بقى اللي هيبقى لون الرز بعدين. شايفين اللون حلو ازاي؟ هفرمها كويس او هطحنها كويس بالهاند بلندر كده لحد ما البصل كله ما احسش فيه كتل. وبعد كده هنزل بالرز كوبايتين مش عارفه هتعملوا المعيار ازاي انتوا بصراحه، بس عشان انا عندي المعيار بتاع اسمها ايه دي، علبه الرز نفسه. بحط كوبايتين من الرز وعليهم يعني بغطيهم كده بالميه. النهارده كنت عامله عصير خروب وتمر وبرتقان. برتقان ده ولا كان مانجا؟ لا تقريبا ده كان برتقان. بس كده حطيت بص، لو انتوا هتلاحظوا في الفيديوهات في الاجزاء اللي انا سايبه فيها صوت هتلاقوا قرآن المغرب شغال. يعني انا شغاله قرآن المغرب شغال. دي الحاجات اللي هي خاصه بالسمك. كنت جايبه دي طماطم وخيار وفلفل وليمون، والعلبه دي طحينه. مش عارفه ما بقيتش ليه بحب طحينه رشيد الميزان. ما بستغهاش، ما اسمها ايه، ما بستطعماش خالص. بحس ان هي عباره عن سمسم. ما بحبش كمان الطحينه البيتي ما بحبهاش عشان بحس طعم السمسم زياده قوي. انا عايزه حاجه تبقى كده معقوله. فالرشيد الميزان بقيت بحس ان هي عباره عن بتاكل سمسم بزيت، ما بتعجبنيش خالص. او انا اتعودت على الطحينه اللي هي السايبه، فمش قابله الطحينات تاني اللي هي بتاعه المصانع دي. ما اعرفش، بس الطحينه اللي في الجردل الصغير ده كويسه كانها سايبه، بتعجبني يعني. هنا جبت توم وهريسه شطه وليمون وكمون وكزبره وملح، وعملت الخلطه بتاعت. طبعا انتوا اكيد بتتحطوا في نفس الموقف ده واخدين بالكم انا بجري ازاي. انا بجري كده جريان عشان لما تاخدنا نومه نشيل نتحمل غلطنا او نتحمل سهوتنا.
بعمل بسرعة جدا. يعني بصوا خلصت بعد المغرب ب10 دقايق، بس ده بالنسبة لهم كان كأني بعد المغرب بساعتين 3. هنتبل السمك وهشتغل طبعا بيه على طول، مش هخليه ولا لحظة. انا كده كده اصلا متأخرة بالخلطة اللي انا عاملاها دي. احط السمك يتحمر، وبعد كده اشتغل في السلطات، يعني لحد ما السمك يتحمر اكون انا اشتغلت شوية في السلطات كده. حاسه ان انا نمت اول يوم رمضان، صحيت لقيت نفسي في ال10 الاواخر من رمضان بجد. يعني ايام جريت بسرعه، مش عارفه هي رمضان ايامه بتجري بسرعه ولا هو الزمن والسنين والعمر هو اللي بيجري بالشكل ده. بيجري والله العظيم. نمت صحيت لقيتني في ال10 الاواخر من رمضان. هحط السمك في الدقيق وعليه معلقه نشا. لو عايزين الزيت ما يتحرقش والدقيق ده ما ينزلش فيه وتشموا ريحه حرقان الزيت كده، تسقطوا السمكيه في ميه وتروحوا حاطينها في الزيت على طول، هتلاقوا لونها بقى حلو، وهتلاقوا الزيت ما بيتحرقش خالص، لان اصلا ما فيش دقيق هينزل فيه. بس طبعا زي ما انتم شايفين انا مستعجله جدا، فبعمل بسرعه قوي. بس كده خلاص انا تبلت السمك وهنروح على البوتاجاز. لا تقريبا مش هروح معاكم على البوتاجاز، مش هاخدكم معايا للاسف. ضاعت عليكم رحله الراحه للبوتاجاز، لان انا كنت بتبل وبحط وبحمر في نفس الوقت، فضاع نص عمركم ان انتوا ما رحتوش رحله للبوتاجاز للاسف يعني. بصوا اللي انا بخبخ دي بيها ميه وعليها خل. لو في فراخ او سمك او اي حاجه بعد ما بخلص بدي بخبختين كده وبلمع على طول. شايفين لون الرخامه بيلمع ازاي؟ هو بصراحه مش لون الرخامه اللي بيلمع ده، هي الاضاءات اللي فوق هي اللي عامله الصدى ولا اسمها ايه، والاضاءه تحت. هنا كنت عملت السلطه الخضراء وكان الرز. شايفين لون الرز؟ شايفين لون الرز عامل ازاي؟ وعملت السلطه الخضراء وعملت سلطه الطحينه. طبعا التصوير بياخد وقت وانا كنت مستعجله. هنا كان خلاص المغرب اذن وانا كنت بغرف. طبعا المره دي ما عرفتش اصور اي حاجه على السفره لاني كان بعد المغرب ومستحيل اخليهم يستنوا لحظه تاني. هنا قلت كانوا عايزين دوناتس، فقلنا هنعمل الدوناتس دول 3.5 من الدقيق، ومعلقه كده من السكر، ربع معلقه من الملح او ذره ملح، وهنا معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقه كبيره من الخميره. انا بستخدم معلقه صغيره فبحط معلقتين. الخميره اللي هتتبقى انا طبعا اخدت منها معلقه واحده، فاللي هتتبقى لازم نقفلها كويس عشان ما يدخلهاش هواء. ومعلقه من البيكنج باودر، يعني 3.5 دقيق، واحده سكر، واحده ذره ملح، ومعلقه خميره، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. دي كمان معلقتين كبار من المايونيز، وهنعجن بزبادي. دول كوبايتين زبادي. لو حسيت ان هما قليلين او محتاجه العجينه عجن تاني، شويه ميه دافيين ونكمل عجن. ممكن ونكمل عجن بميه دافيه، او ممكن لو في زبادي تاني كنت هكمل عجن بيه، بس انا ما عنديش غير كوبايه الزبادي دي. هنلم العجينه هتبقى طريه. ممكن يعني بصوا تلزق سنه في ايدك، في رجلك تلزق سنه في ايدك، او تبقى ملساء. يعني انا اي عجينه بحب استخدمها بتبقى ملساء، بس هنا كانت بتلزق معايا حبه كده. وعجنتها كويس وهغطيها وهسيبها لحد ما تخمر. العجينه بتاعتها سهله جدا وما بتاخدش وقت، والدونات اصلا ما بتاخدش وقت.
بصوا يعني تلزيقه خفيفه جدا جدا جدا. هسيبها واغطيها، احط كيس بلاستيك وبعد كده هغطيها بقماشه واسيبها لحد ما تخمر. طبعا مش هنستنى كتير لحد ما تخمر، احنا هنقفل ونرجع كده خمرت بقى. نشيل ده. بصوا ملت الطبق اهي كده خمرت. العجينه ممتازه، لما تعجنيها بالزبادي والمايونيز بتبقى حلوه قوي. بس طبعا لو انت بتشتغلي هيبقى الموضوع مكلف جامد بالنسبه لك لو هتعجنيها كلها بالزبادي لو هتعملي كميات كبيره يعني. فهتعجني مثلا تحطي نص ميه بس مش كل ما بسجل بس. فلو هتعجني كميه كبيره ممكن تعملي نصها زبادي ونصها ميه. هفرد سمك يبقى مثلا 1.5 سنتي 1 سنتي، يعني كل ما يبقى اعلى شوية هتطلع معاكي عالية قوي. عندنا طبعا القطاعة بتاعت الدونتس، بس انت لو مش عندك هتجيبي كوباية تكون الحواف بتاعها تبقى حادة كده وتقطع معاكي. وتجيبي اي عارفين البلابل بتاعت كيس الحلواني، هتجيبي اي بلبل صغير كده، بلبله ولا اسمها ايه، وتحطيها في النص وتقطعي الصغيره. وعلى فكره لما بعملها بالكوبايه البلاستيك بتطلع احلى لانها بتطلع اصغر. لكن القطاعه بتاعت الدوناتس دي حجم واحد كبيره كده، كبيره شويه، لكن اللي بتتعمل بالكوبايه الستانلس بتبقى اصغر. قطعت المره الاولى والمره التانية هعجنهم على بعض واقطعها بنفس الطريقه. اللي من جوه بقى اللي هي العجينه الصغيره المدوره دي، المدوره الصغيره اللي احنا بنشيلها من النص، ممكن ما نشيلهاش يعني، ممكن ما نبوظهاش، هنستخدمها برضو ونحمرها تبقى بوبس. عارفين البوبس او زي بوبس، هي مدوره كده صغيره وتتاكل كده على بعضها كور صغيره. هوريها لكم دلوقتي. قطعنا اللي هي دي، شفتوا؟ هناخد الدوناتايه الكبيره واللي في النص برضو كمان هناخدها ونستخدمها كانها كده. هوريكم هنعملها ازاي. اهو مكان الفتحه دي بقت مدوره وشكلها حلو، فهناخدها برضو ونحمرها بالشكل ده. وهقول لكم هنحشيها ازاي او هنعملها ازاي. هنسيبها تخمر تاني. كمان هنا كنا سيبناها خمرت وهنروح نحمر على طول، او ممكن تحطيها في الفرن. تحطيها في الفرن مش هتبقى مزيته خالص، تبقى كأنها مخبوزه، مش كأنها، هي هتبقى مخبوزه وانت بتنزليها في الزيت. طبعا انا قبل ما احطها في الصينيه كنت رشه دقيق على الصينيه عشان الدونات ما تلزقش فيها واشيلها بسهوله. وانت بتشيلها من الصينيه وتحطيها في الزيت خدي بالك جدا لان مليانه هوا، فلو شدتيها بسرعه او شلتيها بسرعه والهوا بتاعها طلع مش هتطلع شكلها حلو كده. بصوا كمان بتزيد تاني في الزيت. ده البوبس اللي احنا عملناه، او اللي هي الدواير اللي كانت في النص دي، هيبقى شكلها حلو قوي والاطفال هتعجبها قوي. طبعا دول لسه ما اخدوش لون، انا هقلب من كده وكده لحد ما يعجبني اللون واطلع. كده ده كان الشوية اللي طلعوا. هنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة، هنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وهنا جبت الشوكولاتة الخام اللي هي الغامقة او الفاتحة. هنحط ربع كوباية من المية او اللبن. ما كانش عندي لبن وكنت بعمل بالليل فما كانش حد هينزل يجيب لي يعني. حطيت في واحدة هنا، على فكرة مش هتحس بأي اختلاف قوي بين المية واللبن. حطيت الشوكولاتة تسيح والشوكولاتة الناحية التانية تسيح على بخار المية. وبعد ما تسيح خالص الشوكولاتة هحط عليها مكعب من الزبدة. ايه كمية الازعاج اللي انت عاملاه في الفيديو ده؟ كمية ازعاج فظيعة. انا بتكلم، مش ضروري انت تتكلمي، الناس هتزهق. طالما بتكلم هي تتكلم، ومش راضيين ياخدوها، يقولوا لي لا انت طالما رايحه تسجلي خديها معاكي عشان لو زنت ومش عارف ايه.
هنا الشوكولاته الغامقه خلاص جاهزت، هنحط عليها مكعب من الزبده، واللي جوه دي البيضه لسه شويه اهو كده برضو كمان خلاص كانت ساحت. هنحط مكعب من الزبده وخلاص كده نسيبها شويه لحد ما تبرد. هنيجي لمرحلة الشوكولاتة. بصوا دي حقنة اخدتها من مقتنيات قدر، زي ما انتوا شايفين بكيسها مقفولة، يعني اخدتها عشان احشي بيها الدونات اللي هي البوبس دي. فبس زودوا الشوكولاتة لان انا حطيت كمية ولقيته طلع شوية من بره، فما حشيتهاش كويس، قالوا لي ناقصة دي شوكولاتة. فاحشيها كويس، افتحها بالسكينة حبة وبعد كده بحشيها بالشوكولاتة بالحقنة دي. طبعا الحقنه دي شايلين منها السرنجه وخلاص، دي مش دي خلاص هخليها في المطبخ، هستخدمها للحاجات اللي زي دي. فهفتحهم كلهم بالسكينه وبعد كده هحشيهم بالشوكولاته. طبعا عشان تبدلي من الشوكولاته دي للشوكولاته دي هتروحي تغسلي الحاجه اللي انت بتستخدميها عشان الشوكولاتات ما تبهتش على بعض. لو انت عايزه الغامقه غامقه والفاتحه فاتحه، لو اخدتي من الغامقه ورحتي على الفاتحه هتلاقيها الشوكولاته اختلطت ببعض ومش هتبقى شكلها حلو. او ممكن تعمليها بالشكل ده دي في مره تانية كنت عامله دوناتس يعني، فصورت المقطع ده، بس ده في يوم تاني يعني. هتنزلي البوبس ده كله في الشوكولاته سواء البيضه او الغامقه، وتحطيها في خله في الخله بتاعه في خله السنان دي، والطفل يمسكها بمنتهى النظافة وعدم اللغوطة اللي في الدنيا. هيمسكها بالبوبس بالخلة دي وياكل منها وكلها متغرقة شوكولاتة، فتعجبهم قوي. واول حاجة الاطفال بتروح عليها اللي هي البوبس الصغير ده، فينفع معاكي جدا جدا في اعياد الميلاد. هنا كنت خلصت الصينية الاولى. الفتحة عملت عليها خطوط عشوائية من الغامقة والعكس، والغامقة حطيت عليها خيوط عشوائية من الفتحة. هنعمل باقي الكمية، بعمل نصها كده ونصها كده، وبرضو نفس الحكاية نفس الخطوط، بس هنا كانت الشوكولاتة بدأت تجمد الشوكولاتة البيضة فما عملتش معايا خطوط حلوة. باي حاجه تعملي الخطوط، ممكن تحطي الشوكولاته دي في كيس وتفتحيه فتحه صغيره وتروحي وتيجي على البتاع فهتعمل معاكي. هنا الشوكولاته كانت جمدت شويه فما عملتش خطوط حلوه بس شغاله يعني. خلصنا الكميه كلها، وطبعا الشوكولاته اللي هتتبقى دي هنعمل بيها كمان مره، يعني تقريبا الشوكولاته دي عملت بيها 3 مرات. وبس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تقريبا هيبقى مشتريات العيد ان شاء الله، بس لو الحاجات اللي انا طالباها وصلتني فهيبقى باقيها يعني، فهيبقى الفيديو الجاي لبس العيد. وكده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.